السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب صف تاسع، النهاردة إن شاء الله هنحل نموذج جديد، تدريب للاختبار القصير إن شاء الله. شوفوا يا ولاد، عندنا السؤال الأول بيقول ظل الألف إذا كانت العبارة صحيحة وظل الباء إذا كانت العبارة خطأ. إذا كان ميل، شوفوا السؤال بيقول إيه. إذا كان ميل عين هو 3 فإن ميل عين 2 العمودي عليه. العمودي عليه، ركزوا يا ولاد. طبعا احنا علشان الميل يكون عمودي على الميل ضربهم يكون -1. تمام، تعالوا طب نشوف كده. 3 ضرب -تلت يساوي -1. تمام، طبعا ده هيضرب بعضها هنا واحد ضرب -1 هنا -1. يبقى الإجابة هنا يا ولاد ايه؟ إجابة صحيحة. تمام. طيب بعد كده بيقول ايه؟ معادلة خط التماثل لمنحنى الدالة. لمنحنى الدالة د س بيساوي س تربيع. طبعا يا ولاد هتكون س بتساوي 0. مجموعة حل المعادلتين، مجموعة حل المعادلتين ص بتساوي 3 س ناقص 1 وص بتساوي 2 س زائد 1. لو جينا نمشي الخطوات دي يا ولاد هنلاقي الإجابة اللي هي 2 و5. بيقول ايه السؤال بقى؟ السؤال التاني بيقول إذا كانت س بيساوي 1 وصفر واتنين وص بيساوي 3 وسالب 1 و7. التطبيق د س إلى ص حيث د س بيساوي ايه؟ ادي المعادلة عندك، ادي المعادلة عندك اهي. د س بيساوي 4 س ناقص 1. عايزنا اوجد مدى التطبيق. اكتب التطبيق د كمجموعة من الأزواج. بين نوع التطبيق. مثل التطبيق مخطط سهمي، مثل التطبيق مخطط بياني. طيب تعالوا نشوف كده. اول حاجة يا ولاد عشان اجي اوجد المدى، مش عارفة المكان هيسعفني هنا ولا لا. شوفوا، علشان نيجي نوجد المدى ناخد طبعا عناصر س نعوض بيها ايه في المعادلة بتاعتنا. اول حاجة هاجي اقول د1، نيجي نعوض في المعادلة اللي هي نشيل السين اهي يا ولاد. السين اهي نشيلها نحط مكانها كل عدد هحطه هنا اللي هو من عناصر السين، اعوض عنه مكان السين. اشيل السين مرة احط مكانها 1. يبقى 4 ضرب 1 ناقص 1 يساوي 3. طيب وده الصفر يساوي 4 ضرب الصفر ناقص 1 هيساوي كام؟ -1. بعد كده ده 2 كذلك الأمر. 4 ضرب 2 ناقص 1 يدينا 7. بعد كده ده الكام؟ بس كده خلصنا. لحظة، نيجي يا ولاد نكتب المدى بقى. المدى هو هيكون ايه؟ الأعداد اللي احنا طلعناها اللي هي 3 وسالب 1 و7 لحد كده. تمام. طيب لو احنا هنيجي نكتب الأزواج المرتبة بتاعتنا، شوفوا يا ولاد، هاجي هنا اقول ايه؟ د بتساوي، شوفوا بقى كل عدد عوضنا بيه والناتج بتاعه، كل عدد عوضنا بيه والناتج بتاعه. يبقى يطلع لنا 1 و3 وصفر وسالب 1 و2 و7. بس كده انتهينا من الجزئية دي. بعد كده بيقول لنا ايه؟ بين اذا كان نوع التطبيق شامل متباين تقابل. طب انا قلت لكم قبل كده لو كان التطبيق شامل ومتباين اذا هو تقابل، يعني كاننا بندرس 2 بس مش 3. التالتة مترتبة على اللي قبلها. اول حاجة شوفوا هنا هنلاقي المدى بيساوي المجال المقابل. طب يبقى التطبيق ده شامل. اجي هنا اقول د شامل لان المدى، وتكتب السبب يا ولاد، يساوي المجال المقابل. طب تاني حاجة، هل انت القيم عندك هنا متساوية ولا مختلفة؟ مختلفة، يبقى متباين. د تطبيق متباين. لان اوضح بقى، لان قيمة 1 لا تساوي د0 لا تساوي د2، القيم مختلفة. طب بما انه شامل ومتباين، لانه شامل ومتباين يبقى كده ايه؟ اذا التطبيق تقابل. اذا د تقابل لانه شامل ومتباين. هنا قال لنا ايه؟ بس بعد كده عايزنا نشوف يا اولاد نمثل بمخطط سهمي. سهلة جدا، شوفوا هنعمل ازاي.
هنيجي كده، طبعا هي مش هتطلع مظبوطه قوي معايا، بس ايه المهم يعني تفهموا. ادي اهو، ادي س وادي ص. احط العناصر بتاعه السين اللي هي 1 و0 و2، العناصر بتاعه الصاد اللي هي 3 و-1 و7. اجي اوصل يا ولاد اهو الازواج المرتبه اللي عندي 1 و3، 0 و-1 و2 و7. كده انتهينا. كمان قال عايزه ايه؟ مثل التطبيق بمخطط بياني. مخطط بياني يعني شبكه تربيعيه يا ولاد اهو. كل حاجه سهله، بس انتوا محتاجين بس تدريب، هتلاقوا كل البنود سهله وامورها كويسه معاكم ان شاء الله. اجي احط الارقام هنا. طبعا انتوا الحل بتاعكم على الدفتر هيكون افضل بكتير. شوفوا ازاي. ادينا 1 2 3 -1 -2 -1 -2. نحط الاعداد هنا يا ولاد على قد ما نقدر. يعني احنا اكبر عدد عايزينه هنا 7، المفروض نطول دي شويه كده فوق، و5 6 7. تمام. نيجي نحط نقاط. اول حاجه عندنا كانت كام؟ ادي 1 و3، بعد كده 0 و-1، بعدين 2 و7 اللي هي فوق هنا كده. بس كده انا كده جاوبت ايه؟ كل الاسئله، الاجزاء بتاعه السؤال. تعالوا نشوف نموذج تاني. بيقول المستقيمان ظل الالف اذا كانت العباره صحيحه وظل الباء اذا كانت العباره خطا. المستقيمان ص بتساوي 2 س زائد 3 و2 ص بتساوي 4 س ناقص 1 متوازيان. طيب نيجي نشوف يا اولاد الاجابه هنا. المستقيمان عشان يكونوا متوازيان لازم الميل ده يساوي الميل ده. تمام. طب انت عندك هنا لو قسمت على 2 يبقى الميل هيبقى عندك، يعني هنا المعادله هتبقى ص بتساوي 2 س ناقص نصف، يعني الميل ده قد الميل ده، يبقى متوازيين. تمام. هتيجي هنا نشوف نقطة رأس منحنى الضلة ص بتساوي سالب س ناقص 3 كل تربيع زائد 4، طبعا هتكون 3 و4. مجموعة حل المعادلة ص بتساوي 3 س ناقص 1 وص بتساوي 2 س زائد 1 هتكون 2 و5. الأسئلة الموضوعية يا ولاد مقررة بنسبة 99%، يا ريت تذاكروها من جوه الكتاب، هتلاقي الأمور سهلة جدا. طيب بيقول أوجد مجموعة حل المعادلتين آنيا جبريا بطريقة التعويض. تمام. شوفوا أول حاجة، احنا لو جينا نبص يا ولاد المعادلة يا أبلة، احنا لو جمعناها مفيش طرف هيتحذف، لو طرحناها بالشكل ده يعني مفيش طرف هيتحذف. لذلك اجي انا اظبط المساله بتاعتي، طبعا عشان انا عايزه مثلا احذف السين واجيب قيمه الصاد واعوض واجيب قيمه السين، كده المساله تكون انتهت. او العكس عادي مش مشكله، نحذف الصاد نخلي السين نجيب قيمه السين نعوض بالسين، وايه نجيب برضو القيمتين بتاعتهم، كده بقى المساله بتاعتي ايه خلصت. شوفوا بقى اول حاجه انا هجيب المعادله دي اللي هي س زائد صاد، س زائد صاد بيساوي 7. هاجي اضربها في 4، هضرب في 2 يا ولاد عشان اضيع الصاد، يبقى هيطلع لي هنا هقول اذا 2 س زائد 2 ص بيساوي 14. اجي بقى اجيب المعادله التانية اللي هي 3 س اهي يا ولاد ناقص 2 ص بيساوي 6. هاجي اقول بالجمع. طب الجمع اهو يا ابله، لو جيتوا ركزتوا هتلاقي هنا موجب 2 ص وسالب 2 ص ضعوا مع بعض، ويتبقى عندك هنا 5 س هتساوي كام؟ 20. نيجي نقسم هنا على 5 ونقسم هنا على 5، يبقى س بتساوي 4. طب انت دلوقتي طلعت قيمة السين، تمام؟ طلعت قيمة السين، هنيجي هنقول بالتعويض. شوفوا براحتكم تعوضوا في المعادلة الأولى أو المعادلة التانية مش مشكلة. بالتعويض بقيمة س في المعادلة اللي هي س زائد ص بتساوي 7. هنيجي نقول إذا س زائد 4 نحط قيمة الصاد بتساوي 7. طلع ال4 بره، طبعا هتغير الإشارة، يبقى 7 ناقص 4 يساوي كام؟ 3. تمام. يبقى إذا مجموعة الحل بتاعتك اللي هي قيمة السين اللي هي 3 وقيمة الصاد اللي هي 4، وانتهى الحل. شدوا حيلكم وذاكروا، ولو في أي استفسار تواصلوا معايا على الواتساب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.